عايز تعمل فلوس، فانت لازم تغير طريقه تفكيرك حالا من انك تستخدم كل حاجه ببلاش او تستخدم كراك لكل حاجه زي ما انت متعود، وتبتدي تغير فكرك مع الاي اي تولز الجديده والتطور اللي احنا فيه، وتبتدي تستثمر على الاقل $20 في الاي اي تولز الجديده. يعني مثلا عندك كلود، لو انت اكتر برنامج تستخدمه بدل ما تستخدمه ببلاش وتقعد تستنى الليميت لما يتجدد ويبقى الليميت بتاعك صغير جدا، لا ادفع $20. تمام، وال $20 دي هترجع لك اضعاف اضعاف اضعافها، لانك الليميت بتاعك هيكبر وهتقدر ان انت تشتغل لكلاينتس اكتر، سواء كلاينت او اتنين زياده تدخل عن طريقهم فلوس زياده. وال $20 دي ممكن تبقى 200 و300 و500 دولار. تمام، فعشان تعمل فلوس بطل تستخدم كل حاجه ببلاش، او بطل تفضل واقف عند الحته بتاعت خلاص انا ببلاش وهستنى بقى الليميت لما يتجدد. لا، استثمر $20 $100 $200، ولكن هيرجعوا لك اضعاف اضعاف اضعافهم طالما انت عارف تستخدم التول ازاي، وطالما انت بتعرف فعلا تطلع منها انتاجيه كويسه. فبطل ان انت بقى تفضل واقف مكانك ومستني الليميت كل يوم، صاحبي تنجز شغل بس وبعدين. طب ما انت الشغل اللي انت بتعرف تنجزه دلوقتي ممكن تنجز اضعاف اضعافه. تمام، لو انت مشترك بس في الخطه ام $20. يعني انا ما باخدش منهم ال $20 اللي انت تدفعها والله، ولا $100. بس نصيحه استثمر $20 $100 في الاي اي تولز، وصدقني هتعمل فلوس اكتر بكتير. انا نفسي بدفع الاي اي تولز فوق ال $200 وال $300 في الشهر، بس بجد بعرف اطلع منهم اكتر بكتير من اللي انا بدفعه. فحاول على قد ما تقدر ان انت تغير فكرك من انك تفضل تستخدم الحاجه ببلاش، من انك تسكيل. ادفع يا عم زياده شويه، ولكن هتاخد مقابلها او هتعمل مقابلها فلوس اكتر بكتير. غير فكرك، صدقني هتعرف تعمل فلوس كويسه. سلام.